عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. انا عاوزه اتكلم في موضوع كده النهارده مضايقني ومعصبني جدا، عن ادوات المدرسه. ما هو من ساعه ما الزمزميه بقى اسمها فلاسك، والميه بقى اسمها وور، وكيس السندوتشات بقى اسمه لانش بوكس، وتحطوا كده فيه فطار للعيل ولا فطار الصباحيه، وهي العيال مش فالحه. بجد والله العيال مش فالحه، العيال باظت. ماله بكيس البلاستيك؟ ها، زعلنا في ايه؟ كيس البلاستيك كان زي الفل. اي نعم، عقبال ما كنا بنيجي ناكل السندوتشات كانت بتبقى باشت كده، بس كان زي الفل. ولو ما كناش نرجع بيه كنا نتعلق كمان. احنا ليه بنصعبها على نفسنا بجد؟ والاسعار زي ما انتم شايفين طبعا نار. يعني الوقت اللانش بوكسات والزمزمية بتاعة المية غالية جدا، والشنط غالية جدا. فليه بقى؟ يعني لازمتها ايه؟ فأنا من مكاني هذا بطالب برجوع الكيس البلاستيك تاني. ده هاشتاج عايزين نفعله الفترة اللي جاية. معلش حاجة كمان نسيت كده، الجماعة اللي صحتهم مساعداهم الأمهات الحلوين، ايه بقى حوار البرجر وصباع الكفتة والناجتس؟ ليه مالها الطماطم بالقوطة؟ طماطم بقوطة، معلش. الطماطم بالجبنة، مالها سندوتشات الطماطم بالجبنة؟ ويوم ما تبقي ام جامده بقى وبتحبي تدلعي عيالك كده وتميزيهم، بيضه مقليه في قلب الساندوتش معاهم كده خياره متقطعه او سليمه. ايه بقى؟ ما نشوف الجديد بقى، هنشوف انتوا هتطلعوا لنا بايه تاني يا بتوع الفلاسك والورر. هتطلعوا لنا بايه تاني بجد؟ هتفتكسوا لحد ما تطلعوا بايه تاني؟ لا بجد والله لازم نراعي ظروف الناس والعيال في المدرسة. انا قادرة اجهز وابدع في اللانش بوكس، غيري مش قادر. لازم نراعي مشاعر ونفسية الاولاد ونربي عيالنا على كده، ده من اسلامنا وديننا. يعني بغض النظر بقى عن الكلام اللي احنا قلناه في اول الفيديو، ده الكلام اللي انا عايزة اقوله. يلا يا حبايبي، اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.